ثواني بس، انا عايز اعرف انت ايه رايك في اللي بيحصل في جيشنا في سينا؟ لا حرام، حرام واكبر حرام. ليه بقى؟ ايه؟ ليه؟ عشان دي بلدنا، دي المفروض نحميها، نقف في ظهرها. الطفله دي طلعت منها، بقينا حمير وبقينا في علا منها ومن شغلها، والمفروض احنا نكبرها ما نقلش منها. طب بالنسبه للناس اللي بتشتم في الجيش في سينا وتقول عليه انه جيش مهزوم وبيتذبح زي الفراخ هناك، تقول لهم ايه الناس دي؟ دي ناس بنت وسخه، تستاهل ضرب الجزمه وتستاهل الاعدام في الشن. دي ناس بنت وسخه، لازم تموت، لازم يركبوا ويتداسوا عليهم، كل رجل مصريه تحط وشهم في الارض ويتداس عليهم. تمام. رجاله الجيش دي مالهاش ذنب، لو هم ليهم طار عند واحد لو هم رجاله يواجهوه، مش يقفوا من بره ويضربوا في عساكره. لو هم رجاله يواجهوا السيسي ويقولوا له احنا هنشيلك، لكن هم مش رجاله، زيهم زي حريمهم خوالات بيضربوا في الدار وبيجروا. لكن هو لو راجل يقف قدام اخوه المصري كده ويديله بالنار. احنا مسلمين مش كفره، كفره هي اللي بتعمل كده في نفسها، لكن احنا مسلمين. هو لو مسلم او بيقول لك بحق شرع الدين زي هو ما بيقول ماشي، كان عمل بمعنى البلد دي. البلد دي خلته راجل، دخل فيها السيول ودخل فيها الامريكا ودخل فيها مش عارف ايه، وخلانا كلنا بقينا نعض في بعضينا، وخلانا بقينا ماشيين عكس بعضينا. طب وليه؟ عشان واحد مسجل؟ ما هو مسجون، ما هو مسجون. كان هيخليكم تشحتوا يا عب، كان هيخليكم تسولوا في الشارع. جايين في النضيف وعايزين تتمحكوا في النضيف وبقى وحش، اللي هنضف لنا البلد بقى وحش، بقى كخه. طيب انت دخلت جيش قبل كده؟ انا يا باشا دخلت الجيش. خدمت فيه كام سنه؟ خدمت فيه 3 سنين. وطلعت منه بدرجه عامله ازاي؟ بدرجه ان انا عايز ارجع له تاني. عايز ترجع الجيش تاني؟ ليه؟ عشان اخد البلد اللي انا اكلت وشربت فيها، البلد اللي انا مشيت على طينها، البلد اللي طلعت الكتف ده، البلد اللي خلتنا حمير ورجاله. طب معلش يعني لو حصل استدعاء بكره الصبح تروح؟ اروح. تمام. اروح وارجع تاني. مش نفسك تقول اي حاجه؟ نفسي اقول مصر دي هتفضل فوق الكل، وباذن الله بعون ربنا وبعون السيسي معانا بعد ربنا. تمام. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.